السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي خالص، بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيديوهات، بس قلت لا خلاص لازم يبقى في شوية نشاط كده وحماس، وابدأ اصور فيديوهات تاني وانزل على القناة. فالنهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض وصفة تجنن. وصفتنا النهاردة هتكون المسخن الفلسطيني. الأكلة دي بتدخل القلب على طول. مكوناتها مفيش أبسط من كده. طبعا أهم في حاجة الكوكو أو الفرخة بتاعتنا، وبعدين بقية الانجريدينتس أو البهارات أو التوابل بتاعتنا حاجة في منتهى السهولة، بس للأمانة طعمها يجنن. يلا بقى نبتدي مع بعض ونشوف ايه مكونات الأكلة دي. بجد هتنبهروا من سهولتها. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مكونات وصفتنا النهاردة. أول مكون معايا وهو الفراخ. أنا معايا فرخة مغسولة ومشطوفة كويس جدا، متقطعة لأربع تربع. ممكن نكتفي ان انا اقطعها بالنص، نصين. وبحتاج لكل فرخة حوالي كيلو من البصل، يعني لو هعمل فرختين بحتاج 2 كيلو بصل. طبعا انا عارفة ان البصل غالي قوي الفترة دي، غالي حبتين 3 يعني، بس ايه بيفرق قوي في طعم الوصفة. وبحتاج دبس رمان، وبحتاج حوالي ربع كوباية من زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون ما كانش متوفر عندي، فالوصفة مش هتقف، لازم هنعمل الوصفة بتاعتنا. فكان متوفر عندي زيت عباد او زيت ذرة، هستخدمه ونكمل وصفتنا. تعالوا بينا نشوف خطوات او تكنيك المسخن الفلسطيني هيكون ازاي. اول حاجة بجيب الفراخ بتاعتي وابتدي اعمل فيها تشريحات او فتحات بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الفتحات دي عشان ادخل فيها التتبيلة، يهمني الفراخ تشرب من التتبيلة كويس جدا. وبعد ما عملت التشريحات في الفرخة بتاعتي بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده، تعالوا بينا نجيب صينية من صواني الفرن او بايركس او اي حاجة بتدخل الفرن عندك، وهبتدي انزل فيها كمية البصل اللي عندي. طبعا مش هسيب ولا فتفوتة بصل، البصل يا جماعة غالي جدا. وبعد كده هبتدي انزل بحوالي ربع كوباية زيت. طبعا يفضل زيت زيتون، بس للأسف مش متوفر، بنمشي الدنيا. واهم حاجة عندي اللي بيديني الطعم او الفليفر في الوصفة دي السماق. بستخدم معلقة كبيرة من السماق، وبنزل عليها بمعلقة كبيرة من دبس الرمان بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بقية التوابل بتاعتي هتكون ملح وفلفل اسود. بستخدم معلقة كبيرة من الملح، يعني انا هنا حطيت معلقتين صغيرين ما يعادل معلقة كبيرة، تمام. وبعد كده شوية فلفل اسود حلوين كده، رشي ما تستخسريش. وبعد كده هبتدي ادعك التوابل مع البصل بالمنظر ده. طبعا التوابل هنا يعني حاجة سهلة قوي، ده سماق وملح وفلفل اسود، مفيش ابسط من كده. طبعا هدعك البصل بتاعي كويس جدا عشان يشرب من التوابل دي. بصوا بيدي طعم في منتهى الجمال. وبعد كده هبتدي انزل بالفرخة بتاعتي. بصوا احنا هنا مستهلكناش لا مواعين ولا حاجات كتير، هي الصينية اللي هتدخل الفرن بعمل فيها التتبيلة وبنزل فيها بالفراخ. هنا قررت اشيل الجلافز خالص عشان ادعك الفرخة بتاعتي بالتتبيلة دي كويس جدا. مش حاسة انا الفرخة كده، لازم اشيل الجلافز. وهنا بقى لازم ادعك الفراخ بالتتبيلة دي كويس جدا. بدخل التتبيلة في كل جزء في الفرخة. طبعا الفتحات والتشريحات اللي احنا عملناها في الفرخة كل حتة بدخل فيها التتبيلة. وهنا للأمانة أنا ضفت حتة كده من الفلفل السبايسي، يعني حتة صغننة عشان الولاد. لكن لو أنا عن نفسي اللي هاكل لوحدي هحط قرن الفلفل الحامي كله. وبعدين بوزع حوالي 4 فصوص من الثوم الصحيح، برميه كده في الصينية زي ما هو، وبديها رشة من الزيت كده، رشة حلوة يعني على الوش كمان. وبعدين هبتدي اقفل الصينية بتاعتي، بغطيها ورق زبدة وورق فويل. مهم جدا نحط ورق الزبدة عازل ما بين الاكل بتاعي وورق الفويل. وبعد كده بدخل الصينية بتاعتي الفرن على اعلى درجة حرارة عندي لمدة ساعة. هي الفرخة بتاخد ساعة بالظبط. بصوا في الساعة دي مش قادرة اوصف لكم جمال الريحة بيكون عامل ازاي. الريحة تجنن والطعم احلى بكتير كمان. وفي التقديم الأكلة دي أو المسخن الفلسطيني المفروض بنستخدم معاه عيش الطابون، ولكن العيش ده غير متوفر عندنا في مصر، فبستخدم العيش البلدي بتاعنا. بقدم عليه الفراخ بتاعتي بالمنظر ده. العيش بيشرب من الصوص اللي نازل من الفراخ، بيكون يجنن، حاجة كده تحفة. وبعد كده ببتدي أنزل بالبصل بتاعي اللي عندي في الصينية، بقدمه كده جنب الفراخ. وهنزين بقى الفراخ بتاعتي بشوية كزبرة، شوية رمان، شوية مكسرات.
اي حاجة سهلة بنزين بيها الطبق او بنكسر اللون او بندي شكل جمالي للطبق، لان العين بتاكل قبل البق. فكان متوفر عندي سلايس من الليمون، وزعتها بالمنظر ده مع قطعة من الطماطم. طبعا لو عندي رمان يبقى حلو جدا، مكسرات يبقى زي الفل. وهو ده الشكل النهائي للطبق بتاعي. حابة تعملي جنبه رز اوكي، مش حابة بالعيش كان طعمها يجنن. شايفين الجمال عامل ازاي؟ شكلها تحفة، ريحتها يا جماعة تجنن، ريحتها حلوة قوي، طعمها بجد بجد لازم تجربوها، الطعم خرافي. طبعا مكوناتها سهلة جدا، اقسم بالله ما اخدت 5 دقايق في تحضيرها، وفي ثانية بتدخلي الفرن وبتعملي لولادك غدا في 5 دقايق. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وباي باي، اشوفكم على خير.